السلام عليكم، اهلا بيكم في قناة تجهيزات دودو. كل سنة وانتوا طيبين، ويلا بينا بقى نستعد لتفريزات رمضان. كل سنة وانتوا طيبين. عامله لكم كده شوية تفريزات كده، هي افكار طبعا، هي حاجات انا عملتها خلاص، بس انا قلت يعني اقول لكم ايه الحاجات اللي ممكن تشيلوها في الفريزر. بس ده طبعا جزء من الحاجات اللي انا عاملاها، لسه في جزء تاني ان شاء الله، استنوني. يلا بينا كده نفتح ونشوف الفريزر فيه ايه. هي طبعا الحاجات كلها متجمدة لان انا عملتها اصلا خلاص، بس لسه طبعا في افكار كتير في دماغي عايزين نعملها. اول حاجة التوم. تمام. اول حاجة كده التوم بيسهل عليكي قوي الطبخ. بعد كده القلقاس. طبعا الحاجات دي بتعملي منها كميات، يعني انا يعني بقول لكم كده ايه الحاجات الاساسية كده. القلقاس والسلق طبعا. تمام. بعد كده بقى الطواجن بقى او الصواني. انا هنا عامله صينيه كوس باللحمه مفرومه بالبشاميل. ممكن تحطيها طبعا في الفريزر مستويه يعني، وممكن تبقى مش مستويه، يعني مجرد بس تحطي البشاميل وتحطي الموتزاريلا كده ومتسويهاش، ولما تطلع بقى حطيها في الفرن. بعد كده كمان الشوربه. انا هنا عامله شوربه بلسان عصفور، وعامله برضو شوربه باللحمه، بس دي هوريها لكم برضو كمان شويه في اخر الفيديو. دي اللي هي معاها لسان عصفور، برضو بتطلع على طول على التسخين. طبعا الكلام ده للناس اللي عندها ايه اطفال صغيره، عندها شغل، عندها يعني صحتها ما تقدرش في رمضان. ففي ناس بتقدر، فمحدش يقولي مثلا في التعليقات طب ليه، طب ما خلي الحاجه فريش. كل واحد حر. كمان المحشي الورق العنب بجيبه مجمد وبسويه انا وبشيله برضو. كمان هنا عاملة ايه مكرونة بالفراخ والبشاميل، برضو مش مستوية، بخلي السوا ده وقت الاكل. ممكن تعمليها مكرونة باللحمة مفرومة، انا هنا كنت عاملاها بالفراخ حسب الحاجات اللي كانت عندي وقتها. تمام. بعد كده ده اساسي في رمضان، ده اللي هو الشربات العسل اللي بتعملي بقى بيه القطايف الزلابية اي حاجة بقى، ده تعمليه وتشيليه عندك في التلاجة، وتحمري مثلا زلابية، تحمري اي حاجة بلح الشام، وتحطي على طول الشربات جاهز يبقى عندك. تمام. بعد كده البصل بقى ممكن متقطع وممكن مبشور. هو بصوا بيعمل ريحة شوية في الفريزر البصل اكتر من التوم يعني، بس طبعا زي ما انتي عايزة. يعني ده بصل مفروم، هو طبعا بيسهل عليكي كتير قوي لو انتي عاملة شيش طاووق، عاملة يعني اي حاجة طلعي على طول البصل. حتى في التتبيلة يعني لو بتتبلي فراخ حتى طلعي على طول البصل. بعد كده عندنا برضو الفراخ البانيه. تمام. بتتبلي وبتكتبي مثلا عدد القطع، بحيث ان انتي لو عازمة ناس تطلعي كيسين، تطلعي 3 اكياس براحتك. الفاكهة طبعا عندنا المانجا، مفروض ان هي يعني الموسم بتاعها خلص، بس مفروض ان انتي تكوني مخزنة يعني فواكه، مثلا مانجا، فراولة، جوافة، زي ما انا عاملة كده. دي للعصائر الفريش على الفطار بقى وكده. برضو انا هنا كنت عاملة فرخة مستوية يعني، برضو في ناس قلقتني شوية ان الفراخ المستوية يعني بلاش تسخنيها وكده وخليها فريش احسن، بس انا قلت اجرب كده اخليها للايام اللي انا تعبانة فيها مش قادرة اطبخ فيها بروتين، اسخن على طول الفراخ. دي اللي هي الشوربة اللي بقولك عليها، فيها لحمة مسلوقة وشايلاها في الكيس، بس هي اتدلق منها حبة كده زي ما انتوا شايفين. اللي مش كل الاكياس بصراحة بتبقى متينة، دي اللي هي الاكياس اللي فيها سوستة كده، بس برضو يعني بتسيب شوية. يا رب يكون الفيديو عجبكم.
ان شاء الله في جزء تاني. ما تنسوش اهم حاجة كمان الصلصة، تسهل عليكي جدا اي خضار، مكرونة كمان. وهنا برضو كنت مفرزة نعناع، ورق النعناع ده يا بنات بفرزه بيبقى للشاي بقى وكده بعد الفطور.